بدل يكون الكابتن حسب الواحد. والله شيء شرف لنا احنا سباقين في مثل هذه البرامج. والله جتني نسرة من اجل استباق الجهاز الفني وذاك مجلس اداره. الامور كلها تمت على خير نظام، كل اعتقد ان استفاده يعود ان شاء الله بالنفع للجيل الجديد اللي ان شاء الله تولوا العمل معاه، ونتمنى التوفيق للجميع. والله شيء شرف لنا احنا سباقين في مثل هذه البرامج. والله جتني نسرة من اجل استباق الجهاز الفني وذاك مجلس اداره. الامور كلها تمت على خير نظام، كل اعتقد ان استفاده يعود ان شاء الله بالنفع للجيل الجديد اللي ان شاء الله تولوا العمل معاه، ونتمنى التوفيق للجميع. بسم الله. الكابتن ربيع الحوتي. طبعا اليوم كان الاجتماع الثاني لمجلس إدارة أكاديمية كورفر في ليبيا. كان الاجتماع في المقر الخاص بالأكاديمية. طبعا من باش نتكلم على الجانب الإداري الخاص بالأكاديمية، نتكلم من الجانب الفني. بعد عودتنا من تونس اكتسبنا خبرة ومعلومات جيدة تفيدنا أن نحن ننقلوا الخبرة هذه للعمل بها داخل أكاديمية كورفر، اللي هي تعتمد على منهجية خاصة في تدريب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أول شيء نحب نعرف بنفسي، كابتن محمود الزياني، أحد الكوادر التدريبية في أكاديمية كورفر اللي إن شاء الله حتنطلق خلال الأيام القادمة في مدينة بنغازي. الحقيقة احنا بدينا اجتماعاتنا في الشهر الماضي، وكان اجتماع مثمر في تأسيس هذه الأكاديمية. اليوم كان عندنا طبعا الاجتماع الثاني. قبل هذا الاجتماع طبعا كان في محمد الشارف، مدير الفني لأكاديمية كورفر في ليبيا. الاجتماع الرسمي تطرقنا فيه اليوم للأعمار المستهدفة والكرة المستعملة والزي الرياضي الخاص بالأكاديمية، والحمد لله يعني نحن في تواصل مع الجميع. حيكون لنا تواصل مع الاتحاد الليبي لكرة القدم، اللجنة الأولمبية وكل الإدارات اللي هي متعلقة باللعبة، وحيكون في تعاون مثمر إن شاء الله في تخريج أو في إعداد جيل للمستقبل يكون قادر على مقارعة الكبار بإذن الله يعني.